اهلا بكم في صفحه الهبدجي. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا عامل تحدي مع علي صاحبي. ده علي صاحبي وانا اسمي علي برضه، تمام. دلوقتي احنا هنحكي مواقف وحاجات غريبه بتحصل للبني ادم. هنحكي مواقف عن اكتر صحاب لينا هبدجيه قالوا لنا ايه وايه هي مواقف الهبد، وبرضه مواقف عجيبه وغريبه حصلت لكل واحد فينا. كل واحد هيقول موقف وانت احكوا ايه اعلى موقف هبد من وجهه نظركم. نبدا بمين؟ ابدأ انت يا شباب. ابدا. تيمنوا فان في اليمين بركه. بصوا يا جماعه، انا خريج كليه اداب، قسم اعلام، شعبه صحافه، في المنوفيه في شبين الكوم. المهم بدون ذكر اسماء انا هديكوا علامات. كان لنا واحد صاحبنا اسمه هباده، ده اللقب اللي احنا مطلعينه عليه. كلمه هباده الناس بتوع اللغه العربيه عارفين بقى صيغه التفضيل، هبيد على وزن فعيل، يعني كثير الايه، الهبد، تمام. المهم هباده ليه مواقف كتير، احنا هنحكي حاجات كتير منها، لو قعدنا نحكي مش هنخلص. المهم احنا لنا كان واحد صاحبنا اسمه مينا. مينا ده يا جماعه كان شايل اكتر من سنه. فالمهم يا جماعه، احنا كنا في سنه تانية وكنا بناخد ماده اسمها جغرافيا سياسيه. ركزوا بقى، مينا كان شايل سنه تانية مثلا في 3 4 مواد، واحنا كده طبيعي في سنه تانية مستجدين فبندرس المواد دي كلها. المهم احنا خرجنا من امتحان ماده الجغرافيا الايه السياسيه، انا وواحد صاحبي اسمه سعيد، وخارجين يا عم علي، لقينا صاحبنا هباده ماشي طالع من اللجنه يعمل كده، ماشي ينفخ كل شويه. قال لا يا هباده في ايه؟ الواد سعيد يقول لي مال هباده عمال ينفخ. قلت له يا عم سيب. فشويه انا ماشي، قلنا لا ده في حاجه بقى، ده شكله عمل حاجه في اللجنه، سقط بتاع. اتقفش ببرشام اي حاجه. فطلعنا يا عم بنكلمه، مالك يا هباده في ايه؟ هي دي نبرته. يا جماعه الواد مينا صعبان عليا، صعبان عليا يا جماعه، اتقفش ببرشام في اللجنه، والمراقب بالوسخه ده عامل له بعض الغش وهيشيل مادتين. هو اصلا انتوا عارفين ان هو شايل سنتين في الكليه وصعبان عليا، انتوا عارفين مينا صاحبي. قلت له يا عم خلاص يا عم، ده ربنا يكون في عونه. طب خلاص احنا نشوف مينا ونحاول ايه، نمشي له الدنيا، نكلم الدكتور مش عارف ايه يا دكتور ومش عارف ايه، وتبقى ايه ماده وخلاص، او الماده تتسلم من غير محضر الغش، ايه نحاول ايه نساعد زميلنا. المهم طلعنا ركبنا عربيه اسمها عمر ابلي. العربيه دي يا جدعان سرفيز. فالمهم احنا قاعدين كده انا وسعيد، وهباده قاعد ايه في وشنا. فقعد سعيد قال لي ايه، ما تكلم مينا. قول له يا عم ايه اللي حصل. فانا يا جدعان بكلم مينا، فاتح السبيكر مش في دماغي حاجه. بقول له يا مينا اللي حصل ده، انت شلت الماده واتقفشت في البرشام. قال لي برشام؟ ماده ايه؟ قلت له جغرافيا اساسيه. قلت له مينا وانت فين؟ ما تجينا دي المنوفيه. قال لي انا فين ايه؟ انا في وسنا في الشغل. قلت له الشغل؟ قلت له شغل ايه؟ انت يا ابني مش كان عندك ماده جغرافيا اساسيه امتحان وحصل 1 2 3 والدكتور قفشك بالبرشام واتعمل لك محضر غش وهتشيل سنتين؟ قال لي انا مش معاك جغرافيا اساسيه اساسا. ومين؟ وهباده قاعد قدام. فبنبص لهباده قال لنا ايه؟ سلموا لي عليه قولوا كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا ريج. ده اول موقف لهباده. خش يا علي. بص يا اسطى، انا ليا واد صاحبي. الواد ده غريب. تيجي تقول له السلام عليكم كده اهو، لسه كارف لي 7 بنات. عامل ايه؟ لسه كارف لي 7 بنات. ما تعرفش هو دماغه ايه راكبه ازاي. المهم ان هو بيدخلها في اي جول. المهم المعلم ده احنا كنا في ثانوي وطالعين من المدرسه، فجاي بيحكي لي بقى. بيقول لي يا اسطى انا امبارح وانا طالع من المدرسه يا اسطى، لقيت واحده واقفه بعيد كده وعماله تشاور لي. فرحت جاي باصص لها كده وضاحك، تمام. فلقيتها بتعمل لي كده، فرحت جاي ايه رايح وراها. لقيتها ماشيه تنتني ايه ماشي وراها. وصلت عند منطقه كده وراحت جايه واقفه كده بصلي وايه وضحك. رحت انا جاي ضاحك لها. المهم ايه، راحت جايه داخله بيت، رحت جاي داخل وراها. قلت دخلت العماره ببص لقيت شقه وهي واقفه قدامها وبتقول لي ايه تعالى. المهم طلعت ودخلت الشقه ولقيتها ايه داخله اوضه النوم. رحت جاي داخل وراها، تمام. ولسه جاي ابوسها الاذان ادى. رحت جاي ضاربها بالقلم وماشي. فانا بقول له ايه يعني عشان اكشفه، يعني بقول له طب ما بوستش بوسه كده ولا ايه؟ قال لي لا ما انا بوسته بعد كده ضربتها.
من ساعتها مسميه فشه. يبقى ده يا جماعه معانا هباده ومعانا فشه. طب تعالوا بقى احكي لكم موقف على ذكر اوضه النوم والحاجات دي، ما خلاص رمضان خلص. تعالوا احكي لكم برضه موقف لهباده. انتوا عارفين يا جماعه ان اول يوم في الكليه عامه بيبقى مثلا اللي من بلد مختلفه، مش زي الثانويه العامه كلنا من بلد واحده وعارفين بعض. لكن الكليه اللي من شبين واللي من باجور واللي من مصر واللي فاحنا كلنا ايه، اول يوم عاوزين نتعرف على بعض وكده. المهم يا جماعه كل واحد عاوز يبان قدام التاني ان هو ايه، واد فتك، واد ايه مخلص، واد مقطع السمكه وديلها. اللي هو هباده يعني. إيه والله يا جماعه انا اصلا احنا عندنا فرن في البيت، والبيت ده عباره عن 3 ادوار. واصلا انا قلت للحاج، حاج انا كده كده بيطلع لي قرشين من الفرن، والحمد لله رزقت معايا، فانا ايه اخلص الدور الثالث واقعد فيه، وانت بقى ايه خليك بقى ايه مع اخواتي وركز بقى في ايه، في تعليم اخواتي والكلام ده كله وكلام بيضحي بقى. المهم البيت بقى اللي هو الدور الثالث، فاحنا بنساله يا هباده انت عايش في الدور الثالث ده؟ قال لك اه. وعندي خدامه بتجيلي كل يوم اثنين وخميس. انت ما تفهمش هي اثنين وخميس، بتصوم عنده. ما تفهمش هي بتجيلي كل يوم اثنين وخميس ليه؟ بتصوم. المهم هو بيحكي موقف، بيقول لك انا مره رجعت يوم الخميس بدري من الشغل، لقيتها بقى ايه، دخلت الشقه لقيتها مروقه الدنيا، والدنيا ايه فل يا علي فل. دخلت الاوضه لقيتها ايه نايمه على السرير ولابسه كده حته كده قصيره. فالمهم انا جبت البطانيه وبغطيه، فقامت كده من النوم كده اتفزعت، ايه يا سي هباد انت هتعمل ايه؟ قال لا لا ما تخافيش انا بغطيكي لا. المهم الفكره ان انا رحت انا وسعيد بيت هباده، دخلت لها كام دور؟ ارض بأس. دورين مفيش دور تاني. طب بعيدا بقى عن الاكل خالص، تمام انا يا اسطى ايه، قررت اشتغل. تمام اول مره اقرر اشتغل. تمام تمام. عندنا ايه، عندنا حته فاضيه ورا البيت كده من غير باب. تمام ايه قلت ايه، اللي عايز يبيع لي جراكن اشتري منه. تمام المهم جمعت شويه جراكن الناس بقت تجيب لي واشتري منهم وايه واحط ورا. تمام جالي واحد يا اسطى بص بيشم بودره وشكله بص ضايع. تمام. فجاي بيقول لي، كان ساعتها بقى مربي داني شويه وبتاع، فبقول لي يا شيخ علي، بقول له يا شيخ علي عايز اجيب لك جراكن وبتاع. انا قلت اديله ايه سعر من تحتاني، جاب او انا جبته ايه رخيص، ما جابش كده، جاي متوقع انه ما يجيش. المهم يا عم رحت جاي ايه قايل له ماشي حال. لقيته تاني يوم بيرن عليا، يا شيخ علي انا جبت لك 20 جركن وهدفتهم لك ورا، قلت انزل حاسبني. اقول له حاضر. المهم كان عنده بقى حاجه غريبه، ما بيجيش غير بعد اذان الفجر تمام اللي هو ما حدش موجود. المهم انزل احاسبه يا عم علي واروح جاي طالع. تاني يوم نفس النظام، يا شيخ علي جبت لك 20 جركن ومعلق على ال 20 جركن ما يجيبش ازيد منه. المهم نزلت حاسبته، بقول لك ايه، بعد كده ما تحطش جيركن ورا غير اما ايه، اما حد يكون واقف معاك وتدخله. تمام يستلم البضاعه. قال لي خلاص ماشي. المهم لقيته برضه عدى يومين ولقيته ايه بيرن عليا، يا شيخ علي انا جبت 20 جيركن اهو، انزل بقى عشان ادخلهم قدام. قلت له ماشي. نزلت يا عم لقيته ال 20 جيركن مرصوصين وبتاع، قلت بقى ده انا ظلمت الواد. تمام ان بعض الظن اسمي بقى، وقعدت انب نفسي. تمام المهم ايه ورحت جاي محاسبه، كان باقي له 50 جنيه. تمام قلت له معلش بقى اشرف بقى يبقى لك ايه 50 جنيه. قال لي يا شيخ علي والله ده انا رايح المستشفى. قلت له معلش بقى يبقى لك المره الجايه. قال لي خلاص يا عم ماشي همساعدك. كتر خير. المهم يا معلم لقيته بقى يومين ولقيته جايب برضه الايه ال 20 جرك. رن عليا بيقول لي يا شيخ علي تعالى خد انا جبت 20 جرك. قلت له ماشي. لسه جاي انزل لقيت واحد صاحبي بيرن ايه في من المنطقه. لا يعني بيته في الشارع اللي فيه الحته اللي ورا دي. تمام يا ابني في راجل من الصبح يا ابني عمال يجيب جراكن من جوه ويطلعها بره. قلت له اه ده انا اللي قايل له، انا نازل له اهو. المهم نزلت بقول له بقى اشرف بتسرقني. يعني هو اصلا بيجيب الجراكن من جوه يحطها بره تحس ان هو وكده مثلا يدخلها تاني. مفكر ان مثلا لما الجاكيت تفضل كده هتنتن ايوه فبيقلبهم. ايوه بقول له بقى انت بتستنى يا اشرف؟ قال لي انا. قلت له يا ابني الكاميرات جايباك، يعني انا حرامي؟ قلت له يا عم بقول لك انت سرقتني يعني حرامي. يسكت شويه واكلمه، يعني انا حرامي؟ حرامي يا ابني حرامي. طب صلي على النبي يا شيخ علي. يا عم اقعد.
صلي على النبي بقى. على يا صوت عم بقول لك الصلاة. انت سارقني يا عم، انت بتصلي على النبي. قلت له بقول لك اه اشرف، انت عليا النعمه كرهتني في الشغل، انا اصلا ما كنتش بشتغل، انت بقى قفلتها معايا. واتقلبت في كام؟ يعني بص من سكه 400 500 جنيه. الظريف بقى ان بعدها ايه، اه سرق برضه، بس آه. كان بيعمل خطه بقى اذكى. اه عندنا ناس بتوع اسمده، تمام تمام، تمام في واحد بيعمل لهم الاستيكرات، تمام. فالراجل يعمل لهم الاستيكرات ويروح يديها لهم، مم. يروح جاي هو رايح سارقها وبايعها للمكتب تاني عشان يبيعها لهم تاني. المهم ايه، بتاع المكتب مبسوط، يقول لك انا ببيع الاستيكر 3 4 مرات ما بيكلمنيش حاجه، هو وبعد كده السجن. خد بالك الحرامي ده اذكى واحد في مصر. بس بقول لك ايه الامان، حرامي لذيذ. كيفك. اه كان بيضحك يعني، انت بتسرق وانت انا بتضحك. حرامي حرامي انا قلت كده. المهم يا جماعه استنونا في فيديو بعنوان اني قلت كده، ومواقف هباده وفيديوهات الهبدجه. لو عجبك الفيديو لايك كومنت شير في كل مكان وتضحك زمايلك. كل سنه وانتم طيبين. دي كانت مواقف الهبدجيه في عيد الفطر. سلام.